بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء نصلي ونسلم على خير من هدى الناس إلى الحق والصراط المستقيم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أحييكم في رحاب حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. آمل أن نكون قدمنا لكم في الحلقة الأولى الملامح العامة لهذا البرنامج الذي سيأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع عبر شبكة سلام الإعلامية. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنتناول الجذور التاريخية للغة العربية في إريتريا، أو اللغة العربية وعلاقتها بشعوب الحبشة، ذلك في إطار بحثنا عن تاريخ اللغة العربية في منطقة الحبشة. ويسرنا مشاهدينا الكرام استعراض ما كتبه عدد من الأساتذة. فقد كتب الأستاذ صلاح رشيد مقالا أو موضوعا جاء فيه ما يلي. يقول الدكتور عبد المجيد عابدين في كتابه بين الحبشة والعرب: أول ما وصلنا من الأدب الحبشي إنما يرجع إلى عهد دخول المسيحية إلى الحبشة في القرن الرابع الميلادي. فالأدب الحبشي ذو صبغة مسيحية واضحة، وله فترتان. في الأولى نقل الأحباش من اليونانية إلى السريانية إلى اللغة الجئزية، وهي لا تعد ترجمات من الكتاب المقدس. والفترة الأخرى تبدأ بحكم يكونو رأس الأسرة السليمانية، وفيها نقل الأحباش ما نقلوه من اللغة العربية واللغة القبطية أحيانا إلى الجئزية. ومن هذه المؤلفات ما يتناول حياة القديسين كمصحف سنسكار. ومن الكتب التي ترجمها الأحباش من العربية رسائل الشيخ الروحاني يوحنا سابا، وشرحه رسالة بولس إلى العبرانية، وشرح رسالة أخرى تنسب إلى ديونيسوس أسقف المشرق، كما ترجمت كتب عربية إلى الجئزية للدفاع عن المذهب اليعقوبي ضد اليسوعيين النازحين إلى البلاد في مستهل القرن السابع عشر. ونتيجة للعنف عزيز المشاهد الذي قام به البرتغاليون في الحبشة لنشر الكاثوليكية، رفضها الأحباش وإن تظاهروا بها في العلن. ومما نقله الأحباش أيضا عن العرب كتاب الدر الثمين في إيضاح الدين لساورس ابن المقفع، وكتاب اعترافات الآباء لبولس ابن رجاء، فقد أطلق عليه الأحباش اسم هيمانوت أبو، أي دين الآباء. وكانت هناك ظاهرة التنافس الأدبي في القرن السابع عشر، فقد ترجم بعض رهبان الحبشة في مصر بعض الكتابات الخاصة بالطقوس الدينية ككتاب التوبة مصحف نسحة، وصلاة القنديل مصحف قنديل. وفي عام 1582 نقل أحد رؤساء الأديار في الحبشة كتاب مختصر البيان في تحقيق الإيمان، وهو الجزء الأول من كتاب الحاوي المستفاد، إلى الجئزية، وهو كتاب يتحدث عن حياة الكنائس والأديرة. لازلتم مشاهدينا الكرام مع شبكة سلام الإعلامية وحلقة في برنامج مع اللغة العربية. وكان الأحباش عزيز المشاهد يرجعون في قوانينهم المدنية والدينية حتى عهد قريب، يرجعون إلى كتاب ألفه أحد علماء القبط في القرن الثالث عشر الميلادي، وهو أبو الفضل أسعد بن العسال، ونقله الأحباش إلى لغتهم. يقول الدكتور عابدين: ومن مصادر التاريخ الإسلامي المهمة تاريخ أبي شاكر بطرس ابن الراهب الذي كتبه في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي، كتاب نقل الأحباش، كتاب تاريخ المسلمين للمكين بن العميد، الذي يسميه الأحباش ولد عميد، وذلك أثناء حكم الملك لبنى دنجل. ولما كان الأحباش ظلوا ينقلون قرونا عديدة آدابهم من اللغة العربية، كان طبيعيا أن تؤثر العربية في لغة المترجمين إلى حد بعيد. وقد حدث في هذه الفترة نقيض ما حدث في الفترة الأولى، فقد أخذت العربية قديما كثيرا من الألفاظ والعبارات. ومن الأحباش طائفة مثقفة من مسلمي الحبشة تفهموا الدين على وجهه الصحيح،
وتلقوا تعاليمه في مدارس خاصة أو على أشياخ ثقال، ومنهم كثر ينتقلون إلى بلاد العالم الإسلامي لتلقي العلم من مناهله، وهم طائفة الجبرتة ومعناها عباد الله. وتعد أسرة الجبرتي المؤرخ من أشهر علماء جبرت. روى الجبرتي أن أول من ارتحل من بلاده من هذه الأسرة في القرن العاشر الهجري هو الشيخ عبد الرحمن، وهو الجد السابع له، الذي حج وحضر إلى مصر. في هذا الإطار عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، وهو يتحدث الدكتور البروفيسور جلال الدين محمد صالح في لقاءاته الإعلامية عن علاقة الحبشة باللغة العربية، قال: إن اللغة العربية موجودة حيث وجدت إريتريا. تعود الحبشة إلى جذورها العربية، سواء كان اليمن أو الجزيرة العربية بما في ذلك مصر والشام. فقد هاجرت قبيلة حبشت من جنوب الجزيرة العربية، وأنشأت تلك القبيلة مملكة في منطقة أكسوم، وهو ما ذكره الهمداني في كتابه الإكليل من أخبار اليمن وملوك حمير. وأشار البروفيسور جلال أن الأحباش بشكل عام ينحدرون من أصول عربية قدمت من إقليم يقع وراء سبأ وحضرموت، وأن قبيلة جعز هي قبيلة حميرية ومن لغاتها اللغة الجئزية، وقد حبست اللغة الجئزية في الكنيسة، وأن الحروف الجئزية ظهرت قبل الحضارة اليونانية. ويؤكد البروفيسور جلال أن تاريخ الحبشة ثقافة وتراثا وصراعا وسياسة تأثر ولا يزال متأثرا ومرتبطا بالجزيرة العربية، وأشار إلى واقعة تاريخية سطرها الإسلام وستظل خالدة أيما دار بين الصحابي النجاشي والمهاجرين الأوائل من الصحابة الكرام، وكيف أن عيون أصحاب النجاشي قد فاضت مما عرفوا من الحق أيما ذكر في القرآن الكريم. تم ذلك دون حاجة إلى ترجمان. وأكد البروفيسور جلال الدين عروبة المنطقة قبل أن تلوثها السياسات الاستعمارية من البرتغاليين والأسبان ومن تلاهم من القوى المعادية للغة العربية، بمن فيهم المجموعة الشوفينية الحاكمة اليوم في إريتريا. وأضاف البروفيسور: كل المصادر تشير إلى الجذور التاريخية للغة العربية في إريتريا، ما يعني أنها أصيلة وذات جذور تاريخية، بل إن اللغة العربية وتحديدا في هضبتها وسهولها تعود إلى ما قبل التاريخ الميلادي، أي تعود إلى أعماق التاريخ. ومن جانبه يرى السيد عبد الجليل سليمان أن باحثين وأكاديميين أشاروا للعلاقة بين إريتريا وشبه الجزيرة العربية بنحو ما يربو عن 3000 سنة وأكثر، وهي علاقة متشعبة ومعقدة على كافة مستوياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف يقول: فقد كانت إفريقيا وشبه جزيرة العرب رقعة واحدة حتى انفلق الأخدود الإفريقي العظيم وأسفر عن البحر الأحمر، فصار فاصلا طبيعيا قلل من إمكانية التواصل، لكنه لم يحل دونه بلا شك. ما يؤكد ذلك ويعضده تلك الصلات الإثنية واللغوية بين معظم المجموعات القاطنة على ساحل البحر الأحمر. لازلتم مع شبكة سلام الإعلامية وحلقة في برنامج مع اللغة العربية. فبحسب البروفيسور يوسف فضل أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الخرطوم، فإن ازدهار حضارات متطورة في جنوب الجزيرة العربية أهمها سبأ ومعين وقتبان وحضرموت هي المركز الأساس لهذه النهضة. ويؤكد فضل أن التواصل وتبادل المنافع بين قاطني ضفتي البحر ظل مستمرا ولا يزال على مدى قرون طويلة، حيث انتقلت خلالها اللغة والثقافة العربية إلى إريتريا عن طريق ما أسماه بالتغلغل الصامت، إلى أن بلغ مداه بعد انهيار سد مأرب، حيث بدأت الهجرات العربية للقبائل، أي قبائل حبشة وأجازيان، من اليمن إلى الحبشة أي إريتريا وشمال إثيوبيا الحاليتين. وتابع قائلا: أسس هؤلاء المهاجرون مملكة أكسوم
الشهيرة في القرن الثاني قبل الميلاد على الأرجح، إذ حمل اثنان من ملوكها على الأقل، ربح وابنه لملم، لقب ملك شثري من قبيلة يجعد التي كانت في تلك المنطقة، ما يكشف عن الأهمية التي كان يوليها هؤلاء الملوك لنسبهم العربي وانحدار أصولهم من جنوب الجزيرة العربية، على حد تعبير الدكتور كنيستون في كتابه حضارة فترة ما قبل أكسوم. وفي هذا السياق عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، يشير البروفيسور يوسف فضل إلى أن أول ملك مسيحي على أكسوم كان عيزانا، وهو من احتل اليمن ونصب عامله أبرهة المعروف في الأدبيات العربية بأبرهة الأشرم حاكما عليها. إلا أنه لم يكتفي بذلك، فأعلن نفسه ملكا على حمير وسبأ وريدان، وفي عهده نما وتطور وازدهر ميناء عدول أي عدوليس الإريتري، الذي يرجح بحسب مصادر عديدة بأنه ذات الميناء المذكور في معلقة طرفة بن العبد باسم عدولية أو من سفين بن يامن يجور بها الملاح طورا وتهتدي. من جهته كشف الباحث الآثاري الإريتري محمود حمدان قائلا إن العلاقات الثقافية بين إريتريا وجوارها العربي تمثلت بشكل رئيسي في اللغة الحميرية والحرف الجئزي المستخدم حاليا لكتابة لغتي التيغرايت والتيغرينية الإريتريتين، وهناك من يكتبها بحروف عربية اللغتين معا، بيد أن ظهور الدين الإسلامي فتح صفحة جديدة في العلاقة بين إريتريا والعرب، حيث كانت الحبشة وجهة آمنة للدين الإسلامي الحنيف ولغته العربية، بعد أن استقرت جماعات كثيرة من متحدثي العربية في ساحل البحر الأحمر الغربي، ومن ثم انتشرت ثقافتهم من شعر وغناء وعمارة وطرائق عيش. وأشار حمدان إلى ما أسماه بعض الكلمات العربية من أصول لغوية إريترية خاصة من لغتي التيغرايت والتيغرينية الحميريتين. أضاف أيضا إن فئة الشعراء المسمون أغربة العرب تعود جذورهم إلى الحبشة أي إريتريا تحديدا، ومنهم عنترة بن شداد وخفاف ابن ندبة والسليك ابن السلكة مثالا لا حصر. في السياق ذاته عزيز المشاهد، لفت الدكتور تاج الدين نور الدايم المدير السابق للمتحف الوطني الإريتري يقول إلى أن جل الآثار المكتوبة بالعربية في إريتريا توجد في جزيرة دهلك على البحر الأحمر، واستطرد يقول أول من لفت الانتباه إلى النقوش العربية في جزيرة دهلك الإريترية كان ماكس فان بورشوم، وهو مستشرق سويسري متخصص في النقوش الإسلامية، وأهم شاهد على ذلك هو قبر أحمد بن إسماعيل سلطان دهلك، كذلك سلطان باضع وحرقيقو، علاوة على الكثير من الشواهد والبوابات الأخرى. وكشف الدكتور تاج الدين أن دهلك وردت في أشعار العرب كقول أبي المقدام: ولو أصبحت خلف الثريا لزرتها بنفسي ولو كانت بدهلك دورها، كما ذكرها كثير عزة في قوله العربي حين قال: كأن عدوليا زهاء حمولها غدت ترتمي الدهنا بها والدهالك. ويواصل الدكتور تاج الدين نور الدايم قائلا: تكثر النقوش العربية القديمة على شواهد القبور في دهلك التي تبعد نحو 250 مترا عن المرفأ، وتميزت نقوش قبورها بأنها كانت تضرب على حجارة جيرية مسطحة وتوضع على جانبي القبر أو فوقه، ويبلغ سمكها بين 10 إلى 15 سنتيمتر. أما ذكر الجزيرة في الأدبيات العربية والحديث لا يزال للدكتور تاج الدين نور الدايم،
فكان في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، عندما نفى إليها الشاعر الأحوص كما نفى إليها يزيد بن عبد الملك عام 721 أحد فقهاء المدينة واسمه عراق بن مالك. نفى إليها الخليفة المنصور عام 136 158 هجرية أبناء عبد الجبار والي خراسان بعد أن أعدم أباهم، وكانت منفى للشاعر عمر بن أبي ربيع المخزومي بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز عام 93 هجرية. وكان أحمد بن عمر الزيلعي السعودي قد أشار إلى وجود نقوش بالخط العربي في إريتريا تعود إلى ما قبل الإسلام، كما تناول النقوش الأثرية الكثيرة التي عثر عليها في جزيرة دهلك في البحر الأحمر. وعرج الزيلعي على بعض الأسماء التي ظهرت في فن النقش كثيرا، مثل عثمان بن وهران وأحمد بن الحسين ومحمد بن أحمد بن المعتمد وعبد الرحمن بن أبي حرمي، وهو أشهر خطاط النقوش بمكة، ووجد كثير من نقوشه بدهلك، أي وجدت كثير من نقوش ذلك الخطاط. من جهته يقول عبد اللطيف سيد المترجم والباحث في تاريخ الحبشة بجامعة أكرا في غانا، قال: بطبيعة الحال فإن الأثر الأدبي المكتوب بالعربية في إريتريا الحالية قليل جدا، وهذا لا يعود إلى افتقار المعرفة بالعربية، وإنما إلى ظروف ومعطيات سياسية جعلت من لغات أخرى أكثر تداولا منها، كالإيطالية إبان الاستعمار الإيطالي، والإنجليزية إبان إدارة وحكم الإدارة البريطانية، والأمهرية في سنوات الاستعمار الإثيوبي، ثم التجرينية لغة إنجليزية عقب الاستقلال وإلى الوقت الحالي، أي في حكم مجموعة هيجدف الحالية. وظلت العربية محصورة في تدريس ومدارس الدين الإسلامي في حال الصعود وهبوط تبعا للأوضاع السياسية السائدة وتقديرات الأنظمة الحاكمة للأمور، حيث إن جلها تربط بالعربية، أي تربط العربية بالإسلام، ومن ثم تعمل على حصارها وإقصائها والحد من انتشارها وتمددها. وهذا ما يحدث الآن بتخطيط وتدبير. ويستطرد قائلا: عرفت العربية كلغة للكتابة والتدوين في إريتريا في وقت مبكر، على الأرجح منذ سني الإسلام الأولى. ها نحن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة لبرنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. نلتقي في الجزء الأخير من هذه الحلقة، وستكون قراءة لقصيدة رأيناها رائعة وجميلة جدا جدا، وكيف لا تكون جميلة ورائعة وهي تتحدث عن القرآن الكريم، أهله وخاصته وكذلك حفاظه. القصيدة تحت عنوان حروف النور. يقول فيها الشاعر: أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، ليكون نوراً في الظلام، فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب
وعلم الإنسان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا. بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا. حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا. لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لتكمل البنيان. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لتكمل البنيان. جهد تنوء به الجبال تصدعا وتفيض منه قلوبنا عرفانا. من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان. من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان. غرباء من كل البقاع تجمعوا هجروا الديار وودعوا الأوطان. غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة ربهم إخوانا. غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة ربهم إخوانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا. واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا. وانصر به قوما تسيل دماؤهم وانصر به قوما تسيل دماؤهم في القدس في بغداد في لبنان. فالشمل مزق والهوى أعيانا. وانصر به قوما تسيل دماؤهم في القدس في بغداد في لبنان. نكتفي بهذا القدر من هذه القصيدة الجميلة الرائعة، وهي تتحدث عن أهل القرآن حفاظه وشيوخه. كانت القصيدة تحت عنوان حروف النور. نحيي شاعرها التي لم أجد اسمه، ولكن يكفيه شرفاً أنه كتب هذه القصيدة الرائعة الجميلة. هكذا مشاهدي الكرام، وفي برنامج مع اللغة العربية نختتم وإياكم هذه الحلقة التي كانت عن الجذور التاريخية للغة العربية في إريتريا.
أحييكم مرة ثانية، محدثكم أحمد شريف من شبكة سلام الإعلامية. نلتقيكم في الحلقة المقبلة في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.